ساد فيها الهدوء أزقة المدينة المنورة. خرج الخليفة عمر بن الخطاب مع مساعده أسلم يتفقدان أحوال الناس. وبينما هما يمشيان في أطراف المدينة، لمح عمرو نارا تشتعل من بعيد. توقف عمرو وقال لأسلم بلهفة: يا أسلم، إني أرى هناك ركبا قد حبسهم البرد والليل، انطلق بنا لنرى حالهم. اقترب من المكان بحذر، فإذا بهما أمام خيمة متهالكة، وبجانب النار كانت امرأة تجلس بوقار، وحولها أطفال صغار يبكون بصوت يقطع القلب. اقترب عمرو من المرأة وسألها بلطف: السلام عليك يا أمة الله، ما بال هؤلاء الصغار يبكون؟ أجابت المرأة وهي تحرك قدرا كبيرا فوق النار: يبكون من الجوع يا أخي. نظر عمرو إلى القدر الذي يغلي، ثم سألها مستغربا: وما الذي في هذا القدر؟ تنهدت المرأة بحزن وقالت: لقد وضعت فيه أحجارا وماء، أوهمهم أني أطبخ طعاما حتى يغلبهم النوم ويسكن جوعهم. الله بيننا وبين عمر بن الخطاب، فإنه تولى أمرنا وغفل عنا. ارتعش قلب عمر من كلماتها، ودمعت عيناه وقال: يرحمك الله، وما يدري عمرا بحالكم؟ فأجابته: يتولى أمرنا ثم ينسانا. لم يضع عمرو دقيقة واحدة، بل أسرع عائدا إلى مخازن بيت المال، وأحضر كيسا كبيرا من الدقيق وجرة من الزيت. حاول أسلم أن يحمله عنه قائلا: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك. فرد عليه عمرو بصرامة وحزن: أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لا أملك. حمل عمرو الكيس الثقيل على ظهره بنفسه، وانطلق مسرعا نحو الخيمة. وصل عمرو إلى الخيمة، وبدأ يطبخ الطعام بنفسه للأطفال الجائعين. كان ينفخ في النار حتى يتصاعد الدخان من بين لحيته الكريمة، ولم يغادر حتى أطعم الصغار بيده وشاهدهم يضحكون ويلعبون. قالت له المرأة بامتنان: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فابتسم عمرو وطلب منها أن تأتيه في الصباح ليعطيها نصيبها الدائم من بيت المال. لقد ضرب عمرو أروع الأمثلة في أن الحاكم خادم لرعيته، ومسؤول عن كل صغير وكبير. شكرا لمتابعتكم هذه القصة الملهمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للمزيد من قصص العظماء.